ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى النهارده هنعمل بقى الترندات. الترند بتاع الدونر الكباب. طبعا انا ما بحبش اعمل ترندات، بس اتطلب مني كتير قوي يا جماعه الخاص ان هم عايزينه بطريقه سهله وايه وبكميه قليله، علشان في ناس خايفه تجرب. تمام، بس لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. هنا انا جايبه نص كيلو لحمه اهو يا جماعه. تمام، معاها بصلايه صغيره. تمام، معاها فصين توم. تمام، وهيبقى معانا علبة زبادي والملح والفلفل الأسمر. هما الهدف ان هو يتحط في الكبة تاني. تمام، انت لو مش عندك كبة يا جماعة، انت ممكن تقولي للراجل بتاع اللحمة المفرومة يفرمها لك 3 مرات تقريبا عشان تبقى عاملة زي نظام العجينة. وانت بقى اطحني البصل والثوم وعلبة الزبادي في بعض في المطحنة، وهتطلع معاك ان شاء الله كويسة. بص بقى، هنحط بقى علبة الزبادي. انا ما رضيتش احطها الاول. نحط بقى البصل والثوم وعلبة بقى الزبادي اهي. هنرش بقى الملح، ما تحطوش ملح كتير يا جماعة. تمام، رشة فلفل اسمر. تمام، عايزة تحطي اي نوع بهارات تاني ممكن تحطها. ممكن احط رشة فلفل، رشة بهارات لحمة وحتة هريسة شطة. بصوا انا هحط حتة هريسة شطة صغيرة قوي، وهنضربها ايه في الكبة تاني. بصوا يا جماعة بقى، ما شاء الله طلعت معانا زي الفل. هنفضيها يا حبايب قلبي. بص اهو، بص ما شاء الله. هي انت عايزه توصلها للقوام ده ان هي تكون مفتله. عايزه اقول لكم هي من بدايتها ريحتها حلوه جدا جدا، ان شاء الله تطلع معانا جميله يا جماعه. اللي خايف منها دي احنا بنجرب اهو، عشان لو حاجه طلعت وحشه يا جماعه محدش يعملها، بس هي ان شاء الله تنجح معانا. بص انا جايبه رول بتاع زبده نفرده. بصوا بقى ايه، علشان ما تضمني ان شاء الله تلزق معاكي حلو، ما تلزقش منك ولا ايه، ادهنيها زيت. عايزه اقول لك ان عشان رول رخمه رخامه، عايزه بصوا 3 يمسكوها. الحاجه مش سهله زي ما انتم متخيلين يا جماعه. انا مش راضيه اقطع منها عشان اثبت لكم ان الحاجه مش سهله زي التصوير اللي انتم بتشوفوه. لا، الحاجه هترخم عليكم يعني. تمام، وعايزه اقول لك ان نقطه الزيت دي هتخليها تحمر وتبقى طعمها جميل جدا. انت بقى بتفضلي تعملي ايه؟ بص هتطلع معاكي بقى ايه، دهني ايدك كده زبده، زيت ولا ايه، واعمليها كده. وهتجيبي بقى النشابه وهتعمليه برضو. انا مش عايزه اقطعها، بس هجيب النشابه وارجع لكم. هتمشي بقى عليها بالنشابه. تمام، عايزه اقول لكم يا جماعه هي بتتفرد الى حد ما بسهوله شويه، بس اعرفي ان هي مش زي ما انت شايفاها كده في التصوير ان هي بتطلع معاكي بسهوله يعني. لا، بيضحكوا عليكي لو قالك ان هي ايه تظبط معاكي. لا، بتظبط بعجوبه يعني. انا والله بص، انا مش بصوا بعمل ازاي. انا مش عايزه اقطع اللقطه بحيث انها تظبط مع يعني ايه، تبان في الكاميرا هي شكلها عامل ازاي. تمام اهي، حاولي ترققيها. وطبعا هنا في لحمه اهي فيها زياده، بتروحي ملزقاها في حته زي دي كده مثلا ما فيهاش لحمه. فهمتوا الليله اهي يا جماعه اهي. طبعا هنا في حته في النص اصلا فاضيه. هنحط لها حته لحمه.
اهي. ويستحسن ما تشيليش الطبقة التانية بتاعت ورقة الزبدة علشان ما تبوظش منك. انا ايه والله العظيم انا بعملها لكم بما يرضي الله، علشان يا جماعة الحاجات غليت قوي واللحمة بقت غالية، فايه عشان ايه محدش يضحك عليكم يا جماعة. والله بحاول اعملها لكم بكل الطرق. اهي اهي تمام. انا بقى ايه خطوة اساسية انا بحب اعملها كده اهي. دهنة زيت ماشي، تمام. وطبقيها كده احسن، خليها رقيقة جامد. طبقيها كده عشان ايه ما تلصقش مني. اهي بسم الله. اهي 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 تمام. اهي تمام. هعمل بقى الباقي ونحط وهقول لكم هنعمل ايه. انا حطيت ورقه زبده من على الصاجه ودهنتها زيت، ودهنت ما بين الرقات بتاعتها زيت. انا حطاها على درجه حراره 180 او 200 على حسب نوع الفرن بتاعك، لحد بقى ما هتنزل السوائل بتاعتها وتستوي ان شاء الله. بصوا يا جماعه ما شاء الله سخن جدا. بسم الله. انا عايزه اقول لكم انا مش عارفه اتعامل بيه بصراحه. بس انا عايزه اقول لكم انا سويته على الوشين تقريبا، تمام، عشان ايه ما يبقاش حرام عليا. انا بقول لكم على كل خطوه انا بعملها اهو يا جماعه. بسم الله. الريحه يا جماعه تهبل، بس طبعا سخنه جدا. حاولي لما تيجي تعملها تسيبها لما تتساعد شويه. بسم الله. عايزه اقول لكم الريحه خطيره. بصي هي شاورما، يعني احنا مش هنضحك على بعض، هي ريحه شاورما. هي ريحه شاورما بس ايه نظام جديد معموله بطريقه جديده زي السيخ كده. بصوا طبعا انا هدخلها الفرن تاني تاخد ايه وش، وهولع لها فحمايه يا جماعه عشان تبقى زي الشاورما التركي بالظبط. بصوا يا جماعه رقيقه ازاي خطيره. هنعمل بقى سلطه الطحينه، وانا عملت يا جماعه عيش شامي. انا مش عايزه اقطع الحته دي على فكره، هظبطها وارجع لكم يا جماعه. انا هحطها هي بصي محمره منها جزء محمر اهو، بس انا هديها برضو ايه لون كده على الوش، تمام. وهحطها وهعمل لها الفحمايه. بقى طلعت ازاي، وهنا حطيت اهي فحمايه. محدش يا جماعه يعيب على الفحمايه بتاعتي يا جماعه. جمال بصوا انا العيش ده انا اللي عاملاه، تمام. انا مش عارفه اعمله من الولاد طبعا، بس الحلويات. بصوا بقى عملت سلطه الطحينه والسلطه بتاعت الدونر، او احنا اخترعنا احنا يعني كمصريين، اللي هو كده بصل عليه سماق عليه طماطم عليه ايه بقدونس، تمام اهو سلطه الطحينه. تمام. انا عامله طبعا بطاطس، وهي بقيت البتاع اهو. بصوا
ورحت بقى تدخينة فيها تحفة. سلطة الطحينة عليها. جربوها على فكرة، الاختراع حلو على فكرة. انا اول مرة اجرب ترندات، اصلا ما بحبش اجرب ترندات. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد، وجربوها ونزلوا تطبيقاتكم على الكومنتات.